مش واحد طلع في برنامج او برنامج تبنى، هي الديون اللي غرقنا فيها حسني مبارك هنعمل فيها ايه؟ ما حدش قال الكلام ده يا جماعة. العهد البائد غرقنا في ديون وحتى الأنف. يقوم الافندي اللي جابوا حسني مبارك عضو مجلس الشعب بالتعيين جاي يقول لك ده انا لازم اقترض من صندوق النقد ومن البنك الدولي. الله، طيب ما بدل ما نقول الكلام ده ما نقول عايزين نعمل الحملة القومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية. لو كل واحد اتبرع بجنيه من 85 مليون هنجيب 85 مليون جنيه في ساعة. طيب انتوا ما انتوش فاكرين يا جماعة ايام الحرب بتاع 67 وبعد الحرب عملنا حاجة اسمها المجهود الحربي، وكانت الستات بيقلعوا الغوايش اللي في ايديهم ويدهم للمجهود الحربي، واللي تفك الكردان بتاعها، واللي تبيع الفورير بتاعها، واللي تبيع دكران البط اللي عندها في الدار، واللي تعمل فطير مشلتت وتنزل تبيعه في السوق في المدينة علشان تاخد حقه تديه للمجهود الحربي. مش كل الكلام ده كان بيحصل يا اخوانا؟ الشباب اللي موجود الوقت ما يعرفش الكلام ده، الكلام ده كان بيحصل، كان بيحصل. طيب احنا ما بنعملش كده ليه؟ سؤال، هو احنا الوقت مش في حرب داخلية، حرب مع النفس من اجل اثبات الذات؟ ما بنعملش حاجة اسمها المجهود الوطني للاقتصاد ليه؟ انا ده سؤال واقتراح. انما الافندية بيستسهلوا، الخواجة خلي بالك من دي، خلي بالك، الخواجة يطلع لك طرف الدولار كده يعملوا لك كده اهو اهو جاهز تحت امرك والله، يقوم لعابك يجري عليه من غير تعب، هتجري تاخد الدولار، يقول لك عندك تسدد لي الدولار 3. لحد اتكلم على الديون اللي غرقنا فيها الافندي هو وابنه ومراته والحاشيه بتاعته محكلين على الراجل اللي كان بيستحمى ب 36,000 جنيه ميه، يقول لك ده شارب في اسبوع ب 36,000 جنيه ميه. كلام مسخره يعني، كان بيستحمى بيها يعني هو والست اللي متجوزها قبل ما مراته تتم ال40. كلام مالوش يعني، كان مسخره، كان مسخره الحقيقه يعني. طيب ماشي، خلصنا منه والثوره قامت وودتهم في نصيب. نفاجأ بوزير ماليه جاي ما بينهج نفس النهج، يا عايز من صندوق النقد الدولي وعايز من البنك الدولي. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دول يا جماعه هم الاستعمار الحديث، هذا هو الاستعمار الحديث. انا عندي ديون وعندي فوايد ديون، لا انا بسدد في فوايد الديون ولا انا بسدد في الديون من يوم ما الثوره قامت، ورايح اكتر الدين، عايز 14 مليار دين. يقول لك اما نشوف الجماعه اخواننا العرب في الخليج هيساعدونا بايه. يا اخويا ان شاء الله حد عنه مساعد، انا هعرف اقف على رجليا لوحدي ازاي؟ ما افكرش كده ليه يا فندية يا اللي قاعدين تتفرجوا علينا؟ يا اخوانا الله يصلح حالكم يا بتوع الاعلام، يا اللي عايزين تولعوا البلد، ما بتتكلموش في الموضوع ده ليه؟ ما بتفردولوش صفحات ليه؟ هنقعد نقترض ونستلف لغاية امتى؟ لغاية لما الست تخلف عيلين عشان نبيعهم للبنك الدولي؟ ما ترد عليا يابا انت هو، رد يا سيدي الله يهديك. هنقعد نقترض من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي لغاية امتى؟ لغاية متى؟ ها؟ لغاية لما نقول للستات في البيوت والنبي يا اختي كل واحدة تخلف لنا طفل علشان نبيعه في زي ما الافارقة بيعملوا بيعة اطفال وبتاع، نبيعه نجيب فلوس عشان نسدد البنك يعني هنبيع البشر. حرام عليكم، حرام عليكم ايها الناس، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل في وزير المالية، حسبي الله ونعم الوكيل في الاعلاميين اللي عايزين يولعوا البلد نار،
حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ما بيتكلموش عن الوضع الخطير اللي سايبه لنا، والميراث الخطير اللي سايبه لنا شلة الفساد الفاشلين بقيادة كبير الفاشلين، من ديون للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وديون للدول، من فوائد لهذه الديون محدش بيجيب سيرتها خالص من يوم ما الثوره قام، وكأنها تم اسقاطها. والكل قاعد عمال يتكلم على ايه؟ هم الحراميه هيرجعوا الفلوس، هنعمل ايه؟ واللي جايب لي آلة حاسبه وقاعد عمال يحسب نصيبه ايه من الفلوس اللي هترجع. طب يا اخويا احنا نرجع الفلوس نسدد بيها ديون مصر. يا اخويا انت وهو، انا كنت سايب الناس تقول وتتكلم، وكنت لغايه ما يجي وقت معين اقول لكم على الحقيقه بقى. هي دي الحقيقه، احنا نرجع الفلوس دي نسدد بيها ديون مصر. ديون مصر تخطط ارقام مليارات فلكيه وارقام فلكيه، ولن يكون هناك تنميه، ولن يكون هناك ارتفاع في مستوى المعيشه، ولن يكون هناك زياده في المرتبات، ولن يكون هناك نهضه ما دام انت مديون. يا اخويا ده انت مديون، ده اللي مديون ما بينامش. ده الواحد لما بيروح يستلف 5 جنيه من واحد ما بنامش الا لما بيرجعهم. يعني ايه الكلام ده؟ ايه المسخره دي؟ دي مسخره. واللي قاعدين عاملين لك الديمقراطيه، الانتخابات اولا، ام الدستور اولا، ام البرلمان اولا، ام السفسطائيين اولا. يا عم مصلحه البلد قبل كل الكلام ده. عايزين يا جماعه نشوف مصر رايحه فين، مش احنا هناخد كراسي قد ايه. يا اخي الله يحرق الكراسي واللي هيقعد عليه. يلا.